السلام عليكم، اهلا وسهلا. الحلقه الفنه كي دايره؟ لاباس عليك؟ نتمنى تكوني في احسن الاحوال. رجعت لك بروتين جديد، نتمنى ان شاء الله يعجبك. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جيت لك اختي بهذا الروتين من العشيه ديال البارح. المهم هنا كنت خارجه انا وراجلي، مشينا جبنا واحد الدوره. المهم كنت مقلقه بزاف صراحه، بزاف ديال الضغوطات والحوايج اللي كيخلوك تقلقي. انا ولادي ما بغاوش يمشيو معايا، قلت لهم غادي نديكم من هذا البلي هذا. جلسوا فيه، خلصت لهم ساعه ونص ومشيت اختي درت شويه، تنفست شويه ورجعت عاوتاني. الحمد لله على كل حال. الانسان تتجي هذه الحاله بعض المرات. المهم البنات، بغيت نقول لكم واحد الحاجه، هو اني بصح من البارح وانا كنفكر في هذا الموضوع، هو انني بغيت نحبس القناه. غتقولي لي كيفاش؟ وبنات البنات كلكم غتقولوا لي علاش لطيفه، ولكن البنات ربي لما يشوفوا المشاهدات كيفاش دايرين عندي، راه صافي، راه واحد الملال. يعني انت كتضربي مجهود وتتعطي مجهودك. راكم عارفين البنات القدام، راه عندي قناه الاولى كنت دايره على المواضيع، خدمت عليها عام ومشات. درت القناه الثانيه فيها يوميات كذلك، خدمت عليها عامين البنات، اقل من عامين بشويه، قولي عام و8 شهور، عام و10 شهور، وحيدتها لان كيتنقصوا سوايع. ورجعت عاوتاني حليتها. هادي راه اش غنقول لك، واحد الطاقه تنعطيها رهيبه جدا. ما اختي بلاتي نشارك معاك هذا الماسك. هذا ماسك ديال الوجه، درت فيه الشوفان وقهوه سريعه الذوبان، ودرت فيه العسل. صافي اختي، هذا درت كوماج المهم لوجهي، ماسك وكوماج في نفس الوقت، باش تقومي ما بغيتيش خليه ماسك، وقومت حتى يديا كذلك. المهم اختي، نرجع للموضوع ديالي اللي هو قررت انني نحبس، حيت بصح عييت. ما يمكنش نبقى هكا مستمره. غتقولي لي لا ويستمري وصبري. اليوتيوب فعلا عندك الحق، ولكن فاش تجي تشوفي اليوتيوب ما كيقترحش فيديوهاتك نهائيا. واش انتي تضربي تماره في الفيديو وراكم شايفين القناه، ماشي زعما باقا يلا بديت البارح ولا اليوم، راه نص العام هادي اللي ضربت فيها دابا يا البنات، راه 7 شهور هادي دابا وانا باديها، ومازال ما كملت حتى النص ديال السوايع. يعني كيبان لي غادي نعاود نفس الحاجه، نفس التجربه غادي نعاودها. بعد المرات كنقول يمكن هادشي ما دياليش، والله البنات اللي كنقول يمكن هادشي ماليش الخير ما لياش فيه الخير، واخا ضربت عليه تماره واخا صبرت عليه. يعني باش تبداي من جديد وتنتظري واحد النتيجه، وكنتي غاديه مزيان شويه وما يهبط كلشي. مع انني راه ما كنمنكش بزاف، راه القليله الا منكت يومين، القليله والقليله اكثر هي كنحط كل نهار البنات. المهم الحاجه اللي عندي فيها الاشكال، الناس اللي كيدخلوا في الاول كيتفرجوا في الفيديو، كيدخلوا ويخرجوا، كيدخلوا ويخرجوا، ما كيكملوش الفيديو، اولا تفرج فيه واحد شويه وتمشي وتعاوتاني تجي تكملو. هذاك راه ماشي تفراج، والله البنات هذاك ما تفراج. الانسان خاصو يتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر، ولا لان هذوك النقرات اللي كديروا راه كتاديو ليا غير الفيديو. انا راه بالفرحه عليا يتفرجوا فيا 10 ديال الناس اللي مخلصين ليا في الاول في الفيديو، وباش يطلع ليا الفيديو باش نضرب انا تماره في الفيديو نتكرفس عليه. لا النفسيه مزيانه، لا الطاقه كاينه، ومع ذلك كتحاولي وكتقولي ماشي مشكل، اليوم حسن من البارح وغدا حسن من اليوم، ونبقى غاديه ونعافر ونكافح، وفي الاخر كتلقاي راسك تضربي اختي في الصخر، غير كتضربي في الصخر وصافي. الحمد لله على كل حال. ما نكذبش عليكم، الا شفتوني غبرت عرفوا بانني صافي حبست، لاني بصح وصلت لواحد الوقيته ما بقيتش قادره. صافي عرفتي واحد الانرجي عندي ماشي جايه بطاقه سلبيه، ولا ماشي انا حالتي حاليا ماشي هي هذيك. انا مريت بظروف كفس من هذه يا البنات، ومع ذلك استمريت. ولكن باش كنشوف انا كنعطي في شي حاجه وما ليهاش حتى شي نتيجه، راه ما يمكنش. كنحط فيديوهات، كنخدم على الصور مصغره، نخدم على هذا نخدم على هذا، وفي الاخير ما كيتشافوش فيديوهاتي، ما كيوصلوا حتى ل 100 مشاهده. اذا انا هي كندير شي حوايج اللي كيبان لي انا هاد القناه ما غاديش تطلع بهاد الطريقه هادي باش غاديه انايا. ربما انا هادشي ما دياليش، انا راضيه باللي كتبوا لي الله وصافي. المهم اختي، انا دابا عاودت لك اشنو كاين، ما بغيتش نجيو نغبر وتقولي لطيفه داك النهار جات مرحبا بكم البنات في القناه وهاني بديتوا معايا وهذا، ودركا زدت في حالي بلا ما نهضر. هذا الفيديو صورته هي على ود هكا باش نقول لكم بصح انايا وصلت لواحد الحد اللي صراحه ما بقيتش قادره نعطي بكل صراحه. بغيت نخدم على قناتي انا ما دايرهاش للرفاهيه فقط، دايرها تنفس منها على قلبي، كنفوج بيها، ولكن دايرها حتى تدخل ليا شويه، حتى ننجح في هذه القناه. عرفتي شنو هي؟ يوميا كتقولي اليوم ان شاء الله قناتي غتطلع، راه هادشي ما يحس به غير اللي داير قناه هو اللي غيحس بهادشي اللي كنقول لكم البنات. راه واحد الحاله كنمروا منها لا اله الا الله. يعني هادشي راه ماشي ساهل، اللي جا قال لك ساهل ديري دي فيه،
قال لك اللي قال لك العصيده بارده قولي ديري يديك فيها. تيسحبهم دابا انت حاطه كاميرا وجالسه كتصوري وعجبك الحال. ما عجبنيش الحال، ما عجبنيش الحال انا نجي ونصور. انا كنكافح على القناه باش طلع. قال لك لا القناه الا بغيتها تطلع خاصك ضروري شي دعم، تجي شي داعمه وتدعمك. شكون اللي باغي تدعمك؟ شكون؟ واخا صيفط لي اي وحده ما تبغي تدعمك. كلشي كيشوف غير راسو في هذا الوقت هادي. والدليل انني شحال من مره معكم البنات عافاكم طلعوا القناه ديالي باش نكمل غير 1000 متابع. واش غنقول لكم؟ قليل وقليل اللي كنلقاها بارطاجات القناه ديالي. وكاينه واحد الاخت اللي الصراحه اش غنقول لك وفيه بزاف، هي خوله. كاينه اشراق، كاينه ام ريحانه، كاينين البنات بعض البنات اللي كيحاولوا يذكروا قناتي والفيديوهات ديالهم. اما البنات الاخرين ما كيذكروش القناه ديالي بكل صراحه، ما كيذكروش قناتي نهائيا. مع انني انا عقلته في القناه الاولى. شوفوا البنات انا غنقول لك نقول لكم اشنو كاين. القناه الاولى تنبارطاجي الفيديوهات ديالكم والقنوات ديالكم، واخا انايا الله باديه، ولكن كان فيها واحد الروح زوينه وكنقول لا بغيت الخير للناس بغيت. ولكن البنات نتوما ما كتبارطاجيوش قناتي. علاش؟ انا كنهضر على البنات اللي عندهم قنوات، وانا ديجا بارطاجيت لكم القناه مره وجوج وثلاثه. انا ذكرت لكم ثلاثه هما اللي كيبارطاجيو القناه ديالي. الاخت خوله كتبارطاجيها تقريبا يوميا. انا البنات يوميا كتبارطاجيها في الجروبات ديالها، لان يوميا كيدخلوا عندي البنات صحاباتها وانا عرفتهم كاملين كيدخلوا عندي. حتى لو كان عندهم كونت عادي عقلت عليهم حيت هما اللي بداو معايا. الاخت اشراق كذلك مره كيجوني بنات من عندها وحتى هي كتدعمني بزاف. ام ريحانه حتى هي. ولكن شي حد اخر البنات بصراحه ما يبقاش فيكم الحال ما كتبارطاجيوش القناه ديالي. وطلبتها منكم قلت لكم عافاكم ديروا قناتي غير نكمل 1000 متابع، مع انكم عارفين بان القناه اللي فاتت عندي فيها 2400 متابع، وحتى هذوك اللي تماك ما بغاوش يجيو لعندي لهاد القناه. واصلا انا بارطاجيتها النهار الاول صافي حيدتها لاني ما بغيتش الناس اللي كيعرفوني يدخلوا ليها. حتى لو راه عرفوها دابا وراه هما كيتفرجوا فيها وانا عارفه. المهم هادشي اللي عطا الله. اختكم لطيفه جات بهذه الطاقه وهي كانت تبان لكم طاقه ماشي ديالي، ولكن بصح وصلت لواحد المرحله دايره بزاف ستريسيت راسي، ضغطت على راسي بزاف. وفي الاخير هذه هي النتيجه اللي وصلت لها دابا، هي انني ما بقيتش قادره نكمل وما بقيتش قادره نبارطاجي فيديوهات. صافي يعني وصلت لواحد الحد اللي عييت. ضغوطات الرحيل، ضغوطات المهمه مريضه، ضغوطات السفر ما سافرتش، يعني كنت مسافره شويه ما بقيتش سافرت، وقعوا لي مشاكل بزاف د الحوايج واقعين ليا. وتنقول انا المتنفس ديالي هي هاد القناه، هي اللي غتساعدني انني ندير شحال من حاجه تنتمناها وتنحلم بها. ولكن للاسف كتشوفي داكشي اللي كديري ما نافعكش نهائيا. باش تضربي النص ديال العام في قناه وما توفري فيها حتى النص القليل ديال السويه، فراه انت غير كتخبطي في الصخر بلا ما تكملي. لان الا كملتي راه ما غاديش توصلي النتيجه اللي كتبغيها. علاش؟ لاننا حنا ما كنديروش شي محتوى اللي ما عرفت كي داير، لا حنا كنديروا محتوى عادي جدا. يعني قليل اللي غيدخل عندك، قليل اللي غيتفاعل معاك. هادشي اللي بان ليا البنات. نتمنى المهم ما تقلقوش مني، نقدر نكون كنت صريحه زياده عن اللزوم في هذا الفيديو، ولكن هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي كاين، هادشي اللي وصلت ليه، هادشي اللي وصلني اصلا. يعني باش تدخلي تفرجي فيا في 30 ثانيه الاولى وتخرجي، ما تفرجيش فيا كتعذبيني كتكرفسي لي على الفيديو ديالي. من الافضل شوفي سميتو ما تدخليش. شوفي نطلع لك مثلا ما تدخليش، لان هي كتكرفسي عليا. راه قناتي ما كيتزاد فيها حتى متابع في النهار تخيلي معايا متابع في النهار ما كيتزادش. بالمقارنه مع كنت يومين جمعت 300 متابع في الاول، وتخيلي معايا يومين جمعت 300 متابع، وهاد 300 وشي حاجه متابع دابا اللي تزادوا في 7 شهور بزاف. يعني واحد البطء بزاف. نتمنى يجي لي ربي طول الخير في حاجه اخرى. علاش لا؟ كنبغيكم وتنحبكم بزاف البنات اللي دايرين قنوات والبنات اللي ما دايرينش قنوات. شكرا جزيلا لكم الناس اللي كيتفرجوا فيا بصدق، الله يجازيكم بخير. حاولتوا معايا، درتوا مجهودكم معايا، ولكن كي تنقول لكم ربما هذا الشيء ماليهش الخير، مالياش فيه الخير. داكشي علاش معكس ليا لهاد الدرجه هذه. عند بالي انا كنحط فيديوهات زوينين، عند بالي كنشجع البنات، كنعطيكم واحد الطاقه زوينه. عندي بزاف ما نعطي في المواضيع، عندي بزاف ما نعطي، ولكن كنقول قناتي ديال اليوميات نكتفي باليوميات. وفاش كندخل عند شحال من اخت هكا تتكون مثلا دايره مواضيع وهذاك كتعجبني الحال، لان هذاك هو المجال اللي كنبغي. ولكن الا جيت دروك نحط فيديو بحال هكاك ما غيطلعش حتى شي حد ما غيشوفو للاسف. خليت لكم الراحه. شكرا جزيلا لكم.